مساء الخير. عاملين ايه؟ جمعة مباركة. لقائنا بيتجدد من برنامجنا المفضل حديث الولادة، بس المرة دي البرنامج ما اسموش فيه ايه يا مصر، اسمه فيه ايه يا مارك. انا كنت قاعد في امان الله، لا بيا ولا عليا برضو كالعادة، لقيتهم بيقولوا لي الحق يا اسلام الابلكيشن الجديد اسمه ثريدز. ثريدز ده ايه؟ انا مش فاهم اي حاجة، بس يلا خدوني معاكم نروح نشوف البتاع ده بيعمل ايه. رحت هناك اكتشفت ان ابلكيشن ثريدز ده عمله الاستاذ مارك زكربيرج عشان يتنافس مع الاستاذ ايلون ماسك. ليه؟ ما كل واحد في حاله، انت في حالك هو في حاله، كل واحد ليه تعمل كده؟ ورينا يا ابني البتاع ده عباره عن ايه. بنفتح بقى كده وبنبص بقى في ثريدز ده، لقيته اولا ثريدز معناها الخيوط، مش عارف اي الخيوط اللي هو عايز يعملها، انا مش عارف، عايز يغزل حاجه غالبا بلوفر عشان الشتاء، مش عارف يعني. المهم لقيته هجين ما بين تويتر وانستجرام، يعني هو في حاجه، هي حاجه في النص. ايه هي تحديدا انا لسه مش عارف، انا لسه بكتشف، لاني اكتشفت ان انا مش فاهم اي حاجه هناك، يعني انا مش فاهم. والفكره ان انت لو عندك بروفايل على الانستجرام بتلاقي فيه زرار كده بتدوس عليه يقول لك نزل ثريدز، تروح انت هناك بنفس الاكونت بتاعك، بنفس الناس اللي انت عامل لهم فولو، بنفس كل، تلاقي نفسك ايه، سبت انستجرام كده ورحت على طول على هناك. طبعا ايه، في انستجرام حصلت حاجه غريبه، في خانه زادت كده في انستجرام تحت اسمك، يعني تحت الاكونت بتاعك او اليوزر نيم بتاعك، اللي هو رقم عضويتك او انت المشترك رقم كام في ثريدز. فطبعا وانا ببص على الرقم انا افتكرت نفسي بقى رحت بدري، ما لما العيال قالوا لي تعالى رحت على طول، ما اتاخرتش. اكتشفت ان انا رقم 19 مليون. 19 ده انا افتكرت نفسي جيت بدري. 19 مليون، في 19 مليون قبلي نزلوا الابلكيشن واشتركوا، بينما طبعا الاستاذ مارك زكربيرج بيتنك علينا وحاطط يعني رقم واحد تحت اليوزر بتاعه في انستا. طبعا ما انت دافع بقى، ما انت صاحب الابلكيشن. اول ما دخلت يعني ايه، كان ايه يعني، من كتر ما هو شبه تويتر قوي يعني، وانت ما تفهملوش. فالبوست ده كان منتشر قوي والله العظيم، فجه على بالي، ما اعرفش في منكم شافوا فيلم الروبي ولا لا، بيت الروبي بتاع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز. كانوا بيناقشوا هناك فكره النقش وكده، فيعني ان كريم محمود عبد العزيز كان فاتح كوافير، وفي واحد قدامه فتح نفس الكوافير بنفس الديزاين بكل حاجه، بس مغير له حرف. فجاء على بالي الموضوع ده، هو ضرب لهم الفكره، مارك بقى ضرب لهم الفكره تمام يعني. لا عادي، لا دي احنا ممكن نعمل حاجه وننقشها وهتبيع برضه، ما فيهاش مشكله. ولما دخلت برضه اللي هو لازم بقى ايه، اللي هي ايه المجتمع ده بجد والله العظيم، يعني حاجه جميله، جو ألفة هناك بقى. وما تفهمش هم بيتعاملوا معاه على اساس انه يعني تحسه جروب واتساب كبير بتاع عيلتك. الناس هناك في لافي والدنيا حلوه، يعني حسسوني ان انا في الفيسبوك سنه 2008 حاجه كده، ايه، رجعونا والله العظيم للزمن الجميل، لدرجه ان امبارح كان في اسئله مكتوبه اللي هو ايه، قولوا لي بقى يا جماعه بتاكلوا ايه؟ بتاكلوا ايه؟ يعني ايه بتاكلوا ايه؟ مش فاهم. هتاكلوا ايه؟ ماشي، سؤال منطقي. بتاكلوا ايه؟ احنا بنعيد اكتشاف الدنيا في الابليكيشن، بناكل اكل، هناكل ايه يعني؟ ايه السؤال؟ ولاحظت هناك برضو حاجه غريبه، ان الانجليكش بقى، الانجليزي بقى كتير بقى. ليه بنكتب بالانجليزي واحنا جوه كلنا مصريين؟ ما نكتب بالعربي عادي. لدرجه اني شكيت، قلت ايه، انا هنفع في البتاع ده، هنجح ولا هتوكل على الله روح، يعني ارجع بقى ايه، حاجاتي اللي بحبها فيسبوك وانستجرام وتيك توك، يعني ما هناك عادي بنكلم بعض عربي وبنرد على بعض عادي، مفيش مشكله. وطبعا النموذج ده موجود، يعني النموذج ده اللي هو ايه بتلاقيه في كل الابلكيشن. ادوس فين بيجيب بنات عشان نخلص البتاع، هنقعد لسه هتقعد تقول لي ابلكيشن جديد مش ابلكيشن، انا عايز نسوان. وطبعا لما دخلت برضو لقيت ناس كتير بقى راحت، يعني هنيدي هناك مولع الدنيا بقى، عم هنيدي والله العظيم هناك، ولعيب بقى، لعيب بقى يعني برضو قديم في تويتر، فالراجل طايح والله العظيم هناك. وحمو بيكا راح، وسلطان الشن. ايه اللي وداه هناك؟ ايه اللي وداك هناك يا عم سلطان الشن؟ والله ما حلو عليك اليوتيوب والله العظيم، انا مش فاهم. وطبعا في هناك بقى اختلافات وجهات نظر بقى على اسمها بقى، يعني هي تغريده، كانت في تويتر اسمها تغريده، فهنا بقى اسمها تثريده يعني يعني الناس مش عارفه ايه هنكتب ايه ونعمل ايه. وانا كمان لقيت عيوب هناك. اولا انت ما بتعرفش تشوف البروفايل بيكتشر بتاع حد، ما ينفعش تدوس عليها وتكبر فانت لازم بقى يا تاخدها سكرين شوت وتقعد مين ده وبتاع. وهناك ما بتعرفش تعمل اديت كمان، يعني انت لو كتبت حاجه غلط يا تمسحها يا تسيبها، يعني ما ليه ما نعمل اديت يا عم ما هو موجود يا عم مارك، انت جاي في الاخر وتعملها بتعمل غير اديت. من الجميل برضو واللذيذ هناك ان الناس بقى ايه وهي داخله تنام كله كتب تصبحوا على خير وكده والله والله حاجه جميله والله العظيم. والواد ده لفت انتباهي،
كان كاتب بتاع تثريده فعلا حلو قوي. قال لك الواحد خايف ينام ويصحى يلاقي مارك عمل عربيه تسلا هو ناقش ايلون ماسك، فهينقشوا بقى في كل مش بعيد ننام ونصحى نلاقي ايه، مارك قام عامل لنا عربيه وسماها مثلا ايه، نسلة، سماها نسلة، فاهم يعني، غير له حرف. طبعا هناك في تويتر في محزنة، يعني في بقى ايه ولولة، ولدرجة ان في هاشتاج معمول، والهاشتاج ده ترندنج، يعني الهاشتاج ده يا الاول يا التاني، هو ما بيتحركش في الحتة دي، عن الابليكيشن الجديد، وتحتيه مكتوب حاجة اسمها البنت السودانية. فهوريك كده ايه البنت السودانية دي يقصدوا ايه. دي الثريد دي كانت موجودة على ثريد ده بجد عشان تبقى عارف. فواحد كاتب انا عايز الناس اللي عامل لها فولو بس، هو ايه ده؟ قامت رد عليه قالت له انا مش فاهمه حاجه، انت جيت منين؟ اما قال لها انت مين؟ قالت له انت مين؟ انت جيت لي. قال لها انا عمر. قالت له انا ريتاج. ازاي حضرتك يا عمر؟ الدنيا هناك برضو ايه، في البقلاوه، ما حدش فاهم حاجه. حاجات كتير بقى تانية على تويتر بقى، ان لا الابلكيشن وحش، احنا مش هنسيب تويتر ومش هنروح، حاجات كده بقى كتير، وانتوا عملتوه بقى كوبي بيست، وانتوا مش عارف ايه. وكان في تويته لايلون ماسك ان هو يعني جرب يداونلود الابلكيشن ونزله، وهو فعلا وحش، بس التويته دي مضروبه، يعني التويته دي مش حقيقيه، يعني لو دخلت على اكونت ايلون ماسك مش هتلاقيه منزل البتاع، وحاجات كتير من هذا القبيل. فهنا في ايه المجتمع ده، والناحيه التانيه لا احنا مش هنيجي معاك، واحنا هنقعد هنا وروح انتوا. انا كان احساسي في الاخر ان احنا ما عملناش حاجه، يعني انت جبت الناس من انستجرام واديتهم ابلكيشن جديد، يعني ما اعرفش، هو اكيد عنده امل بقى ان ايه، ناس تانية تجيله من ابلكيشنز تانية، الله اعلم. هو امبارح كان قال، مارك كان قال امبارح احنا مش هنتكلم غير لما الابلكيشن ده يوصل مليار مستخدم. فيعني ربنا معاك يا عم مارك، والله ادينا بنشوف، يعني ادينا عايشين هناك وهنشوف. وبس ده كان ملخص اللي حصل في الابلكيشن الجديد اللي هو ثريدز. وشكرا، سلام عليكم.